قالت السماء والأرض متباهية، أنا العالي وأنت الوضيعة، أنا المنورة وأنت الظالمة. هل عندك مثل النجوم الزاهرة؟ هل عندك مثل الشمس والقمر؟ انكسر قلب الأرض عندما ولد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. قالت الأرض للسماء هل عندك مثل هذا المخلوق؟ إذا كنت تتباهين بي بالشمس والقمر فعندي أبي بكر وعمر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السيد الفاضل مدير المدرسة، أساتذتي الأفاضل، زملائي الأعزاء، بشرفنا أن نقدم لكم إذاعتنا المدرسية لهذا اليوم، وخير ما نبدأ به إذاعتنا المدرسية هو القرآن الكريم وقال محمد بخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. والآن هيا نقطة زهرة من بستان النبوة ومع الحبيب الشريف والطالب حمزة محمد. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ قال: أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر شارد. رواه أحمد وابن ماجه. ليس الحكيم من يقول الحكمة ولكن من عمل بها، ومع الحكمة والطالب مريم. لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. العلم من صغرك ومع فطرة التعلم والطالبة التعلم أن المصريين القدماء أول من وضعوا النظام الحسابي أساس رقم 10 حيث اعتمدوا على النظام في حساب مواسم الزراعة. ومع الصوت العصب والمجموعة. إنسان لي إحسان أملك دوما 5 حواس بالأنف أشم الوردة وبيدي ألبس وجه الجبة بالعينين أرى الأعلام تخفق في أمن وسلام بالعينين أرى الأعلام تخفق في أمن وسلام بالأذنين أسمع تغريد العصفور وهو يحرك فوق الطور بلساني أتذوق حلوى وبها جسمي يصبح أقوى. أسر من الدنيا بنبيع بعشها في ثانية تونس الفكرة الحية طلع من أم الدنيا سعودية الدم الحامي سوريا أرضي ومكاني والسودان بيتي وعنواني والجزائر عشق التاني ونشتي في الأرض مكانها ولا لا ما استغنش عنها ولبنان ما اشبعش منها والمغرب مشهورة بجمالها. الصباح موطن النشاط والبركة، ومع كلمة هذا الصباح والطالب عبد الحميد يونس. يا أيها الناس، إن العزيمة والإصرار لمبادئ النجاة تسلكوا دربها وسيروا على
اليومية. أين الملوك؟ أين أبناء الملوك؟ أين الجبابرة؟ أين أبناء الجبابرة؟ أين الذين تكبروا؟ أين الذين تجبروا؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لم يرد أحد ولم يرد أحد، فيقول ذاتي بذاتي الملك يوم لله سبحانه وتعالى. وفي نهاية الإذاعة المدرسية نشكركم على حسن استماعكم. كان معكم الطالب محمد ربيع أمين تحت إشراف أسرة الرياضيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.